السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة حبايب قلبي هنعمل بقى كفتة بطريقة سهلة كده وبسيطة يا حبايب قلبي. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايبي بنعمله. هنا يا حبايب قلبي دي نص كيلو لحمة، يعني طبق لحمة من اللي هو الجاهز ده، اقل من نص كيلو برضه. وحطيت عليهم دهن اهوت، بيبقى جاي معاه دهن بس انا حطيت حته برضه كهي. وهنا هرست الشطه الحمراء حطيتها بتخليها حلوه. وهنا عملت بقدونس، يعني نص حزمه بقدونس الورق بس. وهنا ورق مرقه. وهنا معلقتين دقيق ومعلقتين نشا، بيخليها يا حبايب قلبي كده متماسكه وحلوه. وهنا البهارات كزبره فلفل اسمر كمون. وهنا خلطه الكفته برضك ونص معلقه بيكنج باودر. وعملت هنا برضك يا حبايب قلبي بصلتين اهمت، صفتهم، حطيت عليهم شويه ملح بسطين كده وسبتهم يتصفوا خالص. هنا يا حبايب قلبي بقى دي ميه البصل اهيت اللي اتصفت. هنصفي برضك نصفي الميه خالص بتاعه البصل. عايزه بقى البصل تبشريه بالمبشره ناعم اعمليه، عايزه تعمليه في كبه اعمليه عادي. الميه دي بقى نحط عليها بقى ايه، معلقه صلصه، صبع بقى الكفته واحط شويه فلفل اسمر وشويه ملح بسيطين كده، لان انا ايه حاطه ملح، مش هحط ملح كمان لان انا حاطه ملح في على البصله، عشان الملح يا حبايبي بيخلي البصله تصفي الميه بتاعتها. اهو هنحط بقى ايه البصل بتاعنا. نحط برضو حزمه البقدونس، مفيش عندك بقدونس حط كزبره خلاص. هنحط المرقه، مش عندك مرقه برضو ما تحطيش. هحط بهارات الكفته يا حبايبي. نحط ايه شويه بيكنج باودر بسيطين كده، يعني ربع معلقه، لان انا عامله اللحمه قليله. وهنا هحط معلقتين دقيق ومعلقتين نشا. كده يا حبايب قلبي بقى نفرمها بقى في الكبه لغايه ما تبقى ناعمه خالص. هنا بقى نحط بقى شويه فلفل اسمر اهوت، نحط ايه معلقه صلصه. كده يا حبايب قلبي اهي.
حبايب قلبي وارجع لكم تاني. الكهرباء قطعت يا حبايبي كده دلوقتي يا حبايب قلبي هنعمل بقى شويه رز بسمتي. جبت بصله صغيره بشرتها وحطيتها على النار وهحط عليها شويه زيت. كده يا حبايب قلبي جبت بصله وحطيت برضك شويه زيت اهما. ونحط نلوح البصله كده يا حبايب قلبي واحط شويه سكر. دي مش السكر دي الملح. حط شويه سكر بسيطين كده اكرملهم مع مع البصل. حبايب قلبي حطيت الكركم والمستكه وحبهان وورق لورا والليمون اللي هو المدفى. حطيت زعتر برضه بتاع بنسى اسمه كركم وكاري. هنا يا حبايب قلبي الرز ده كنت غسلاه ونقعاه عشان الرز ده بيتنقع يا حبايب قلبي. في رز منه مبيتنقعش وفي رز منه بيتنقع. كده حطيت الليمون بقى يا حبايبي وحطيت قرفة خشب وورق لورا ومستكة وحبهان وحطيت الملح وحطيت برضو شوية سكر. كده يا حبايبي هنلوحه بس تلوحة كده علشان يبقى الرز مفلفل كده وجميل. محمرش البصل الاول عشان ما تبانش خطوط. شوية السكر دولت هرمله مع البصلة هيخليها جميلة. حط بقى المية سخنة. كده يا حبايب قلب الكفتة بتاعتنا كده يا حبايب قلبي هنعمل بقى الكفتة بتاعتنا اهيت بعد ما اتشمعت في التلاجة. هنصبعها بقى ودي مية البصل اهي يا حبايب قلبي مع الصلصة. وحطيت شوية فلفل اسمر برضو حبايبي هنعمل بقى الكفتة بتاعتنا اهيت هنصبعها كلها كده يا حبايب قلبي. كده يا حبايبي هنعملها بقى كلها كده ونحط لها برضو الصلصه ديت ونحطها في الفرن. كده يا حبايب قلبي هندهن بقى ميه البصل مع الصلصه يا حبايب قلبي. هندهن بقى الكفته بتاعتنا هندهنها كده يا حبايب قلبي. الرز بتاعنا استوى اهو. شايفين يا حبايب قلبي شويه رز زي العسل. كده يا حبايب قلبي الكفته بتاعتنا زي العسل اهي يا حبايب قلبي. تستاهل بقكم كده يا حبايبي. ربنا يسعدكم يا رب ويكبر خواطركم. متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك عشان يوصلنا كل جديد يا حبايب قلبي بنعمله. دي بقى الكفته بتاعتنا يا حبايبي اللي احنا عملناها اللي تستاهل بقكم كده يا حبايبي. ربنا يفرح وكده يا حبايب قلبي. دي بقى الكفته بتاعتنا الجميله اهيت. ربنا يسعدكم. ودي كان الروتين بتاعنا النهارده. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.